السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد معكم النهاردة وروتين جديد. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة رحت السوق بقى وجيت جبت شوية الطلبات دول. تعال نشوفهم هما ايه. جبت المانجا ديت، وجبت كابتشينو دي، ودوت الفتراك نعناع دوت عشان نبقى نعمل عصير ليمون. وجبت النعناع دوت والخيار، وجبت عيش عشان العيش بتاعي كان خلصان. و... وانا برا بقى قلت والله انا جايبه سمك ونضفته برا. الجو كان حر، قلت انضفه برا كده، اجي اعمل له دقه وانقعه وخلاص. هسيبه على جنب كده عما اخلص وبنقعه. ودوت جبت 2 كيلو مصارين متنضفه. آه. عشان ان شاء الله عندنا عزومه، هنبقى نعملهم سوا مع بعض. امسح بقى الرخامس المصارين، كان الكيس مبلول ميه. وجبت الملوخية دي وازازتين الزيت اللي شفتهم في الاول دول، والملوخية دي بقى عشان نخزنها سوا. اللي ما جابش الملوخية يلحق يروح يجيبها يا جماعة، عشان خلاص ده اوانها. وتجيبوا اللي هي القصيرة، ما تجيبوش اللي هي الطويلة قوي دي. شوفوا دي قصيرة وصغيرة ازاي، ما تجيبوش الكبيرة قوي. ان شاء الله نعملها سوا دلوقتي واوريكم بتتعمل ازاي. اه هقطعها. هنعمل معاكم كام ورقة كده، والباقي هطلع برا بقى في تحت المروحة واكمل الباقي. الملوخية ده قعدت كام ساعة، وناديت بنت عم عملت معاي وناديت مرات عم عملت معاي. كنت زهقت بقى، انا قعدت اكتر من ساعتين. زهقت مع نفسي، انتوا بتاع سلوني واعملوا معايا خلونا خلاص من ما تيجي تقطعيها بتقطعيها وتقطعي معاها حتة من العرق كده، عشان ما تيجي تعمليها ان شاء الله وتاكلوها بألف هنا. العرق دوت الحتة اللي بتقطعها مع العرق دي زي ما انتم شايفين كده، اللي في الحل مش عارفة اسمها ايه صراحة. بتعمل عرق الملوخية. انا زي ما هي كده هعملها واخلصها، واروح غسلاها وحطها في المصفى تتصفى، وراح عينها زي ما هي كده. هنا بقى بقولك خلاص. انا بعمل السمك ده اليوم بتاعنا بقى، اوريكم مش ازاي. اه وسبت الفتراك بس هناك اهوت في اخر الرخامة، عشان بعد ما ناكل السمك طبعا نروح محليين بشوية العصير. هنا الملوخية هي كانت خلصت. طب يعني كنا بقى وخلصت الاكل وكده، وناديت مرات عمي وكملنا الملوخية. وهنا بقى رحت عاملاها وعبيتها اهوت زي ما هي كده على قد الاكل. ما شاء الله طلعوا الحبة اللي على الرخامة دول كله اهو. افضي منهم الهوا. هنا بقول لكم هم دول كلهم اللي انا عملتهم اهو، على قد الكيس، على قد انا وولادي، لان جوزي ان شاء الله يكون سافر بالسلامه، تبقى على قدنا انا وعيال اهو. هنا بقى نعمل شويه عصير ليمون. حطيت ميه وسكر وليمون وشويه اللبن، دول بيضيعوا المزازه. ضربتهم، وانا حطيت شويه النعناع، اديله ضربه بسيطه وصفي بقى اهو. اللبن بيشيل المزازه اللي في الليمون اهو. اصفي بقى كده. وهنا كنت جايبه تلج، واحط شويه فتراك، شويه ليمون، نعناع، شويه نعناع. إن الصراحه طلع طعمه قوي قوي قوي، يعني زياده عن اللازم. شوف انا كنت احط كده وخوفت قلت لا اهو، لان انا اسمع ان ريحته قوي. هنا شوف حطيت الحبه، شوف حبه لا يذكروا في المعلقه اهمت، بس كان ريحته قوي خالص بقى، بيطلع من عنا ما يطلع من عيننا خالص، كأنه شفت اللبان اللي هو الحامي النعناع دي كان زيه كده. فاللي يجي يعمل ما يكترش كمان عن كده. هنا بقى حطيت تلج اهوت. واصب بقى العصير، ولا شوية العصير طلعوا شوية، فالكاسات ما اتملتش او ما عرفتش املاها او. فصراحة بقى ايه، ما اتملوش على قد كده، فملتهم يا دوبك يعني. رضيت كل واحد كده حبة وخلاص. ما نبقى نجي اعمل تاني ابقى ازود بقى لنا كلنا عن كده.
والحمد لله اتشربت. هنا بقى ولاد قالوا لي يا ماما اعملي لنا زي الكافيهات، حط لنا ليمون، حتت ليمون كده. المهم انا قطعتها رفيع وعماله اثبت فيها مش راضيه تثبت يا حاجه اثبتي. المهم من هنا يعني ما علينا، سبت امات على قد ما قدرت. الليمونه اصلا صغير. ده كان الفيديو بتاعنا، اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.